كابتن محمود الخطيب، كابتن سيد عبد الحفيظ، الأستاذ ياسين منصور. يا ريت بقى نفكر كده بهدوء كده وبعقل عشان يعني في فرق كبير قوي. أستاذ ياسين منصور، في فرق كبير قوي بين بيزنس العقارات أو البيزنس عموما اللي حضرتك بتشتغله وبيزنس الكورة. إن حضرتك لما نقلل العقود اللاعبين ونطلب من اللاعبين تقليل عقودهم والحاجات دي كلها، أنا مش يعني أنا يعني حضرتك ده فكر بيزنس ماشي، ده أنت بيزنس مان أوكي. الخطيب بقى وسيد إزاي يبقى في موافقة على القصة دي؟ عمالين نتكلم على الأسعار وإن بقت حاجة مبالغ فيها وإن لازم ننزل شوية، بس مفيش حاجة اسمها أنا أفرط في نجوم الفريق عشان أنزل بال بالعقود أو بالأرقام اللي بادفعها أو بالملايين. إيه حضرتك؟ طب وأنا لما أنزل لما أمشي لعيبتي الكبيرة اللي هم أهم اللعيبة في مصر واللي هم شارين المنتخب واللي عاملين محققين مع المنتخب، أنا لما استغنى عن تريزيجيه لو جاب فلوس كتير، وعن إمام عاشور لو جاب فلوس مش عارفة إيه، وعن زيزو لو جاب فلوس مش عارفة إيه حضرتك. طب أنا هخلي مين؟ وديانج مشي، هخلي مين؟ هلعب بمين؟ بمروان مثلا هيبقى هو المهاجم؟ مين يعني؟ قولوا لنا مين. مصطفى شوبير ممكن يمشي جدا. طب لو قلنا مصطفى يعني له بديل 2 3 هنقول هنعدي ان الولد برضه لسه صغير وعايز يعني يبتدي حياته اوكي، وفرصته في الاحتراف كبيره. انما يعني ايه انزل؟ لا يا جماعه، ده خراب للنادي. يعني يعني احنا لو ان احنا عارفين ان كنتوا ناس بتحب النادي واحنا واثقين في نواياكم، يعني أنا مش عايزه اتكلم اكتر من كده، مش عارفه اقول ايه. يعني احنا بنقول في مؤامرات على النادي الاهلي كارثيه وبقالنا سنين كل المؤامرات دي ان في الاخر الاهلي يروح الكونفدراليه والزمالك بيراميدز يبقوا في متصدرين الواجهه الرياضيه وهم اللي يروحوا افريقيا، وان هم اللي يكملوا يبقوا في افريقيا في بطوله افريقيا وكده والكلام ده وتحقق. انا هساعد بقى على كده. ايه هنفضل في الكونفدراليه عمرنا كله؟ جماهير النادي الاهلي العظيمه لازم يبقى لنا دور. انا مش بحب اتدخل قوي في شغل مجلس الاداره، لكن لما نوصل ان احنا هنضيع الفريق، لا انا اسفه، انا بعتذر، مش هنسكت. ومش من حق اي حد انه يفرغ الاهلي من نجومه ايا كان. لما احنا بتكلم عمالين نقول ان ايوه امام عاشور لازم يتساوى بزمايله، زي كده غلطه ان مصطفى شوبير ما يتعملوش عقد، يعني عقده فاضل له سنه قبل ما يروح كاس العالم ما مدتش عقده. دي غلطه، دي غلطه، ولازم يتحاسب عليها اللي عمل ده. ولو قلنا خلاص مش عارفه هنعدي ليه ومش هنعدي ولا حاجه. انما تيجي تقول لي اصل احنا لازم نخفض اللاعبين واللي عايز يمشي، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، مش اللي عايز يمشي. مش ده لما نقول احنا كجمهور عادي، يعني لما نكون مخنوقين نقول يا سيدي اللي عايز يمشي. لا يا حبيبي، اللي عايز يمشي يمشي ازاي؟ لا، انا اتمسك باللعيبه اللي عندي، واللي حاسس ان هو نجم كبير وهو فعلا نجم كبير واحد زي امام، انا اعدل له عقده. ما اعدلوش عقده ليه؟ اسيبه يروح للمنافس او اخرجه بره خالص واقلل انا قوه الفرقه؟ كابتن محمود الخطيب تدخلك مهم. كابتن سيد عبد الحفيظ ما ينفعش الكلام ده. استاذ ياسين منصور، البيزنس حاجه والكوره حاجه ماشي. بيزنس حلو قوي لما في انشاءات، في افكارك جميله ومرحب بيها جدا، في انشاءات، في حاجات مش عارفه ايه، في تسويق اوكي. انما في ان انا افرغ الاهلي من لعيبته، لا اعتذر. ولو ده حصل يبقى ما تزعلوش مني، تبقوا جزء من المؤامره.